هنجرب النهارده مكان مميز جدا في بورسعيد، وحقيقي ما جربتش الاكل بتاعه جدا ان انا اجرب الاكل بتاعه. يلا بينا نجربه سوا ونشوف هل فعلا هيستاهل التجربه ولا لا. يلا بينا. جواهر البن من المطاعم المميزة جدا في بورسعيد. المكان شيك جدا، المكان كبير، اللوكيشن بتاعه بجد خطير. كفاية ان انت تطلع الدور اللي وتبص على ميناء الصيد، بجد اللوكيشن بتاعه تحفة. المنيو عندهم فيه فرايتي في كل حاجة، واسعارهم غالية، وكمان بياخدوا 26% خدمة وضريبة قيمة مضافة. واخيرا وصل الاوردر، الاكل شكله تحفة وريحته تجنن. طلبنا كذا ايتم عشان نجرب كذا حاجة من عندهم، واحلى حاجة ان كل الايتمز اللي طلبناها نزلت في نفس الوقت. اول حاجه هنبدا بيها المكرونه، دي مكرونه نجريسكو شكلها تحفه، حجم المكرونه كبير، كميه الجبنه الموتزاريلا اللي في الطبق ده كبيره جدا. بصوا يا جماعه مطه الجبنه الموتزاريلا عامله ازاي، لا هم متوصيين بالجبنه الموتزاريلا بشكل فظيع، والكواليتي بتاعت الجبنه المستخدمينها كواليتي عاليه قوي. بصوا المطه عامله ازاي، هنا مطه الى اللا نهائيه وما بعدها هنا المطه مش عارفه رايحه لفين. كل دي مطه، يا رب بس بعد ده كله المكرونه تطلع طعمها حلو قوي. هنا يا جماعه انا اتصدمت، المكرونه النجريسكو ما فيهاش وايت صوص، انا مش شايفه وايت صوص خالص. انا باكل مكرونه متغرقه جبنه موتزاريلا، مفيش فراخ، مفيش مشروم، مفيش اي حاجه خالص. الكميه دي كلها قطع الفراخ الموجوده فيها تكاد تكون معدوده، ووايت صوص مفيش وايت صوص في المكرونه نهائي. انا بجد اتصدمت من الكواليتي بتاعت المكرونه دي، وحقيقي ما عجبتنيش خالص. اما الجارليك بريد اللي نزل مع المكرونه النجريسكو بجد الطعم حلو قوي ومعمول مظبوط، والجارليك فيه حلو جدا، والتيست بتاعه عالي قوي، عجبني جدا بصراحه. ندخل على الايتم التاني، بيتزا تشيكن باربيكيو. هنا توقعت الجبنه الموتزاريلا هتكون نفس الكواليتي اللي كانت موجوده في المكرونه النجريسكو. صراحه كميه الجبنه الموتزاريلا في البيتزا كانت قليله، هم حاطين كميه صوص باربيكيو كبيره جدا، وكميه الفراخ المحطوط كميه قليله، وجبنه موتزاريلا قليله. طعم العجينه حلو، بس انا باكل عجينه عليها صوص باربيكيو، الحشو قليل جدا، كانوا محتاجين يزودوا قطع فراخ وجبنه موتزاريلا زي ما حاطين كميه جبنه موتزاريلا كبيره جدا في المكرونه. فبصراحه البيتزا برده كانت اقل من المستوى، وبجد البيتزا عندهم ما عجبتنيش خالص. اخر حاجه هنجربها طبق الاسكالوبيني، واخترت السايد يكون رز وفرايز. دي كميه الرز كميه مش كبيره قوي، ودي البايتس بتاعت الفراخ، ودي كميه البطاطس. هنبدا اول حاجه بالرز، كميه الرز مش كبيره قوي، بس طعم الرز حلو وعجبني جدا. رز بسمتي الكواليتي بتاعته حلوه قوي، لما جربته كمان مع الوايت صوص اللي على الفراخ بجد كان طعمه حلو جدا. ندخل بقى على الفراخ، قطع الفراخ قطع صغيره قوي، انا حاسه ان هي بايتس، والبريدنج بتاعها كبير جدا، والسكنس بتاع الفراخ رفيعه جدا. يعني الفراخ كانت محتاجه تكون اتخن شويه، بس تتبيله الفراخ حلوه جدا، والبريدنج ما كانش شارب زيت كتير، فكانت حلوه مع الوايت صوص، كان طعمه حلو جدا. والبطاطس كانت نازله سخنه ومش شاربه زيت خالص، والتوابل بجد بتاعتها خطيره. بجد طبق الاسكالوبيني ده احلى حاجه عجبتني النهارده في تجربه جواهر البن. وبكده نكون خلصنا تجربة جواهر البن. تجربة عجبتني بنسبة 75% بصراحة يا جماعة، يعني الأطباق عندهم تحفة. أما النجرسكو والبيتزا لا، في أماكن بتعملهم أحسن من جواهر البن بكتير. أستناكم أنتوا كمان تجربوا جواهر البن وتقولوا لي رأيكم في الكومنتس. يلا بون أبيتي، باي روني.